ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جملة مهمة قوي سمعتها من بنوتة. البنوتة تقريبا في تانية اعدادي، بتقولي بابا بيزعق لي على المذاكرة وماما بتقول لي ذاكري طول الوقت وانا مش عارفة اذاكر ليه. فقلت لها تذاكري علشان تبقي عندك مستقبل كويس. قالت لي لا، انا عايزة ابقى زي ماما. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي ماما ما ذاكرتش ولا حاجه، ماما كانت عاديه جدا في كليه عاديه، يعني ما كانتش بتذاكر ولا حاجه، وطول النهار ترقص مع بابا وترقص لبابا وتطبخ لبابا وبابا بيديها فلوس وهي كده كويسه جدا. انا عايزه ابقى زيها كده، انا ليه اقعد اذاكر بقى واعمل وليه بابا بيزعق لي عشان اذاكر اساسا؟ خضتني الجمله وحسيت انه مين ماما وبابا اللي موصلين لبنتهم هذا الكونفليكت او هذه الخناقه الذهنيه الفظيعه. وبعدين بعد شويه تفكير كده اكتشفت ان احنا بنعمل الكونفليكت ده كتير، انه احنا في تربيتنا بنوصل حاجه وبيبقى عايزين من ولادنا حاجه تانية. فانا كباباها شايف ان مراتي ست الستات، بترقص وبتطبخ وهي كده ست ستات وزي الفل وزوجة زي الفل، بس عايز بنتي تطلع الأولى وأسفرها بره علشان تبقى معاها شهادة عالية قوي وتنفع نفسها. طب إيه الخناقة دي؟ طب ليه ما بتعلمهاش الرقص والطبيخ علشان تبقى زوجة محترمة ورائعة؟ ليه بنعلم ولادنا حاجات ونشدد عليها قوي وأول ما يجي سيرة الجواز والارتباط نغيرها كلها ونحطها كلها في الباسكت ونطلب منهم حاجات تانية خالص غير اللي احنا قلنا لهم ان دي اهم حاجة في الوجود؟ طب ليه بقى؟ فهنا البنت دي عندها حق، لانها شافت منظر او اتقال لها بقى قدامها انه مامتك ما بتفهمش حاجة، او مامتك ما تعرفش مثلا تذاكر لك، او مامتك على قدها في العلم. وعلى هذا الاساس هي شافت ان الست ما بذلتش مجهود في المذاكرة. طيب يعني انت قصدك يا دكتورة انه الست ما تطبخش او ما ترقص؟ لا، ترقص وتطبخ وعادي جدا، والراجل بيرقص مع الست وبيطبخ مع الست، ما عنديش مشكلة. لكن ليه ده اللي يبان قدام الولاد؟ ليه الحديث ده اللي يحصل قدام الولاد؟ ليه نوصل للولاد انه ده وظيفة الست ودي وظيفة الزوجة المحترمة، وفي الاخر نقول لها انت بتعملي حاجة العكس؟ او ان في ست تبقى مفهمه كل العيال انه باباكو بيشتغل وهو وظيفته الشغل بس وده العادي، وبعدين بعد كده تيجي تتعيط منه علشان هو مش حاسس بيها ومش قاعد معاها ومش بيتكلم معاها، ولما ابنها يجي يتجوز تعيد مأساة جوزها، ولما بنتها تتجوز تعيد مأساتها. يعني هو احنا مش واخدين بالنا احنا لما بنتكلم ولادنا بنودلهم او بنعلمهم مفاهيم حياة، وان مفاهيم الحياة دي لو فيها خناقة هم مش بيحترمونا، وهم بتعشش في دماغهم كل واحد بقى حسب البذرة اللي نازلة بتعشش في دماغه حاجة. انت ممكن انت اللي اتكلمت الكلام ده كبابا او اللي اتكلمت الكلام ده لماما كماما، يعني انت تدفعي اول واحد تدفعي ثمنه او اول واحد تدفع ثمنه. فما عنديش مشكلة انك تبقي كزوجة شكلك عامل ازاي او تبقى زوج شكلك عامل ازاي، ما عنديش مشكلة ابدا خالص، لا الرقص عيب ولا الطبيخ عيب، اكيد الزوجة ممكن تعملهم بمنتهى الرياحية. بس ان البنت تبقى فاهمة ان وظيفة ماما حاجة سهلة كده، رقصت وطبخت وما ذاكرتش ولا حاجة وفي الاخر هي الست الكل. طب وبعدين؟ طب وانت بتعلم ابنك ايه كمان؟ يعني انت طب بنتك اوكي، طب وابنك بيتعلم ايه كمان؟ بيتعلم ان البنت زميلته في الفصل اللي ممكن تكون بتطلع الاولى عليه ما تنفعش تبقى مراته؟ طب ممكن البنت دي تبقى البنت اللي هي بنتك اللي هي حبت واحد معاها في الكلية او في المدرسة، بس هو هيشوفها انها مش زوجة صالحة لانها شاطرة وبتطلع من الاوائل، فازاي هيتجوزها؟ طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللخبطة اللي احنا فيها دي؟ فيبقى الحل ايه يا جماعه؟ اعملوا اللي انتوا عايزينه بينكم وبين بعض، لكن اوعوا تاخدوا بالكم، اوعوا ما تاخدوش بالكم انه اللي بتقولوه قدام الولاد واللي بيتقال كده كحكم ودرر
ما ينفعش يبقى في خناقه. عايز تخلي بنتك ترقص وتطبخ، خلاص يبقى سيبها بقى، تنجح ما تنجحش، تذاكر ما تذاكرش، تخش كليه ما تخشش، مش هتفرق. فناخد بالنا انه كلامنا قدام ولادنا بيعلمهم مفاهيم حياتيه. ما نرجعش بعد كده نشتكي ان العيال غريبه ومش عارفه بتقول كلام غريب وجايبه الكلام ده منين. لا، جايباه من افواهكم. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.